فك. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. الاسماعيلي والاهلي اكبر قمه مصريه بعد الاهلي والزمالك في نسختها الخامسه بعد ال100، وزي النسخه الخامسه بعد ال100 من الماتش اللي قبل اللي فات بتاع ديربي القناه قدام المصري، احنا قلنا للناس احنا هنيجي نلعبكم بس ما جيناش. قصة فشل كاملة عشناها قدام الأهلي بالعافية، حرفيا بالعافية. لما مدرب الفريق يطلع في مباراة من أهم 3 مباريات في موسم الإسماعيلي كل سنة بتصريحات على مدار أسبوع كامل لجمهوره ولاعيبته بالشكل ده، حقيقة كنت أتمنى ألعب ضد الأهلي في حالات أخرى، يعني في وقت آخر، لكن معليش. يبقى ما تاخدش منه ادنى حقوقك التنافسيه في الدوري، وهي انه يحط لك تشكيل مش ملعوب في اساسه في مباراه من اهم 3 مباريات كل موسم. اول ما السيد نصر الدين النبي وصل الاسماعيليه كان كل الفريق فيه مشاكل وغيابات وخلعان، قام ربنا كرمه واداله مثلث هجومي رجع له كورته في تلت ساعه بس. مصطفى محمود عفروتو كميته حلوه جدا مع عمر الوحش، وقدامه مروان محسن مضمونه حركته وحريتها باي خشبه تحطها جوه منطقه الجزاء، وكنس ابدع في دور الخشبه قدام المصري، وده طبعا بعد ما ايمانويل بنهيني فشل في انه يبقى خشبه. يقوم السيد نصر يرفس النعمه حرفيا وينزل قدام الاهلي اللي مغير مدرب بقاله اقل من اسبوع بيدور وبيشمشم على ريحه غلطه بالتشكيل التجريبي ده. عبس. بعيدا عن الغلطه المتكرره بانك تأيد حريه حركه مروان محسن وتحطه مهاجم وحيد، وهنسى ان احنا ركننا عمر الوحش للمره الشحرميه بالرغم من انه عمل اعجاز واثبت نفسه بعد ما رجع من اصابه في تلت ساعه قدام المصري، فهنلاقي ده محمود حمد بيعمل ايه هنا؟ كتير هم المدربين اللي بيفكروا ان المعجزة هتحصل على ايديهم وانهم هيكتشفوا مكان جديد للاعب لما ينزلوه في مكان مش في مكانه في مباراة فيها اكتر ضغط في الموسم. ان جيت للحق في 5% بالكتير من الحالات دي بينفع وبيطلعوا لنا دي ماريا الدفاعي بتاع كارلو انشيلوتي في ريال مدريد، وفي 95% من الحالات دي ما بينفعش وبيطلعوا لنا اربيلوا بتاع ريال مدريد. او محمود حمد في الماتش ده وفي المكان ده كان اربيلوا بتاع الاسماعيلي. قصة فشل من بابها حرقت دم وكل حد فكر يشجع اللون الاصفر في يوم من الايام. لو انت بتشجع بروسيا دورتموند يبقى محروق دمك للاسماعيلي. فبعد كل ده عايزني اقول لك سلبيات وايجابيات ايه؟ سلبيات مثلا زي السلبيه المتكرره بتاعت ان احنا كنا بنقطع الكوره بمعلمه عشان نديها الاقرب فانيلا حمراء. عبد الله وهوبا يلم كورته تطول منه المره دي، لكن مقطوع النادي الاهلي كان محتاج يركز شويه جوه ال 18. لمسه من عبد الله السعيد ما تمشيش تطول وتبقى لمحمد هاني، يفتح اي كلام. محمد هاني مش منضبطه على الاطلاق لحمد، تطول من حمد. ولا سلبيات مثلا زي التغييرات اللي المدرب شاف جبهته اليمين مخرومه بطلقه الفارو حمد، ساب جبهته اليمين تنزف لغايه اخر دقيقه من غير ما يطلعه حمد. ولا عايزني اقول ان سلبيه من السلبيات اني ممكن اتفلسف واخترع طريقه كونيه جديده ابص بيها على اخطاء دفاعنا اللي اخطاؤه المتكرره بقى الكوكب كله عارفها مش احنا بس. انت لو بتشجع الاسماعيلي وما اتفرجش على كوره بقالك 10 سنين وعايز تبين نفسك فاهم، اتكلم عن غلطات الاسماعيلي وغالبا هتطلع صح. طبعا بعد السلبيات لازم يبقى فيه ايجابيات، وللاسف وللالم كان فيه ايجابيات في الماتش ده كالعاده. مروان محسن بيسال نفسه للمره الشحرميه انا بلعب هنا ليه وازاي وامتى. عفروتو بيثبت نفسه للمره ال700 علشان يتفاجئ بانه يطلع. عفروتو يبحث عن اجابه لسؤال هو انا خرجت ليه. وعمر الوحش اللي بياخد كل ماتش فرصه قد كده بالظبط وربنا، والمشكله انه بيستغلها وما بينزلش الماتش اللي بعده. من ايام احمد حسام ميدو اللي بنى الفريق اللي قدامنا ده، من ايام ماتش بتروجيت بالتحديد، واحنا خلاص بقينا كتاب مفتوح له صفحه واحده ملوش صفحه تانية. عايز تكسب الاسماعيلي؟ اضغط عليه ضغط عالي، افتح الملعب في منطقه جزائه، هيفشل في التغطيه، هتحط جول، كرر العمليه لو عايز تجيب اكتر من جول. ولو عايز تكسب واحد بس هات الجول ده، ارجع دفاعك وشوف دوره حياه هجمه الدراويش عبال ما توصل منطقه جزائك ده ان وصلته.
الحقيقه يا حضرات ان احنا بعد ما كسرنا الرقم القياسي للتعادلات السنه اللي فاتت، السنه دي كسرنا الرقم القياسي للسلبيات. الاسماعيلي بيكرر سلبياته مش علشان هو ما بيتعلمش، لا، عشان احنا عملنا كل السلبيات اللي في الكتاب. وعارف ايه اللي غيظني؟ ان احنا هنعملها تاني الاسبوع الجاي، وهقولها لك برضه. محروق دمي متضايق جدا، بس مش من الماتش بس، لا، ده من موسم كامل كررنا فيه ايجابياتنا وسلبياتنا لغايه لما كان الاسماعيلي كله فريقه الاول بقى فيلم مقاولات سبعيناتي محروق، اي حد يقدر يشوفه ويغلبه. ولحد هنا كلام في الكوره خلص. تقدر تقفل الفيديو دلوقتي لو مش عايز تسمع كلمتين يعتبر راي شخصي من مشجع. كل واحد فينا لما بيحزن من الكوره او لما فريقه بيخسر بيطلع حزنه او بيغير المود بتاعه لفرحه بطريقه معينه. في اللي بيبدا يشتم في الخصم ويحط عليه الكترونيا ويجيب له حاجات قديمه جدا وينسى ان هو لسه خسران من دقيقتين. وفي اللي نظريه المؤامره واكله دماغه ومعتمد على انه هو اتظلم بالرغم من انه ممكن يكون اتفحت طول الماتش، وده غالبا بيقعد 3 ساعات بعد الماتش يدور على اي رميه تماس عكسيه فيقول ان هو الحكم كان ظلمه بسبب ان رميه التماس دي كانت بتاعتهم. وفي طبعا الباند واجنر حبيب قلبي، الراجل اللي بيروح يشجع الفرقه اللي كسبتهم وبيزهق يقول لك انا زهقت اروح اشجع الفرقه اللي كسبتنا، تبدا العجله تدور تاني لغايه لما يروح يشجع الفرقه اللي كسبت الفرقه اللي كسبته، وهكذا. بس للاسف انا من الناس اللي بتتنكد، بتزعل، بتكتئب، يومها بيتقفل، شغلها بيقف، مش لحد ما الاسماعيلي يكسب تاني، لا، لحد ما كوره الاسماعيلي بترجع تاني. احنا بقالنا سنتين النوع ده حياته واقفه، وده بيتطلب ان الواحد يبص جواه يشوف ايه اللي حصل عنده غلط ووصله للمرحله دي، مش يتطلب ان هو يشتم الغير ويعتبر ان ده انتصار ليه وكيانه وانتماء وحاجه فشيخه يعني. وانا لما عملت كده اكتشفت حاجه مهمه جدا. احنا بقالنا 3 سنين وشويه بنسمع نفس التصريح ده من نفس رئيس اداره النادي ده. احنا لسه بنبني فرقه جديده والموسم ده احنا هنحتاج ننافس على افريقيا وبعد كده ننافس على الدوري الموسم اللي بعده. طيب الفريق اللي بيتبني ده بيتبني على القرارات المهزوزه، بيتبني على تدهور حاله قطاع الناشئين، بيتبني على موسم نرمي ودنا عند الوكيل والموسم الثاني نرمي ودنا عند المستشار، بيتبني مؤخرا على الاعارات واللعيبه اللي معديه 30 سنه. الفريق ده بيتبني على الكاش اللي بيطلع على طول للصفقات ذات الاسماء الرنانه اللي داخل فيها في منافسه مع الاهلي والزمالك زي ريك وزي زيكا، ولما تحتاج لعيبه في اماكن مهمه في الملعب زي قلب الدفاع زي الظاهرين زي لعيبه شباب ممكن نخلص بربع سعر الصفقات الكبيره دي، بس فجاه كاش ساعتها بيختفي. حضراتكم بقالكم 3 سنين في اداره الفريق الاول ده وما اتبناش حتى اساس اي حد بعديكم يقدر يكمل عليه. طب ليه؟ لحد كده وانا خلصت رايي الشخصي وما زلت متمسك بقراري اللي غالبا هيجيب لي التهزيق، وانا متقبل التهزيق ده بصدر رحب قد كده، وهو اني استنى 6 ماتشات قبل الحكم الكامل على المدرب الجديد للفريق الاول السيد نصر الدين النابي. ولو استحملت تشوف اي لقطه من العك اللي عكناه في برج العرب ده، سؤال الاسبوع هو كل الاسئله اللي انا سالتها وانا بتكلم على الاداره دي. حاول تفكر بتفكير الاداره الحاليه بتاعتنا، حاول تبقى موجود في الاداره دلوقتي وترد عليا او تناقشني، يمكن اكون مش عارف حاجه اعرفها ارتاح نفسيا. ولحد الاسبوع الجاي ربنا يجمعنا انا واي حد بيشجع الاسماعيلي حتى وهو في حاله الخطف اللي هو فيها دي على حب الاسماعيلي. انا اسف عشان انفعلت في الحلقه دي شويه.